السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف الثاني الاعدادي، عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله النهارده جايين لكم بمراجعه على الوحده الثانيه ونلم لكم التحليل كله مع بعض تاني من اول وجديد. واول سؤال عندنا بيقول لك حلل كل مما ياتي تحليلا تاما. وخلي بالك هو مش هيجي يحدد لك يقول لك ده تحليل باخراج العامل المشترك ولا تحليل مقدار ثلاثي ولا تحليل فرق مربعين، لا مش هيجي، هو هيديك التحليل وانت عايش مع نفسك. فاول سؤال في التحليل بيقول لك حلل كل مما ياتي تحليلا تاما 8 اكس تربيع ناقص 16. اول حاجه انا بعملها في التحليل بشوف اللي عندي في مشترك ولا لا، ده اول حاجه انا ببص عليها. طيب هنا لو لاحظنا ال 8 وال 16 هما الاثنين في ما بينهم مشترك، بيقبلوا على الاثنين وبيقبلوا على الاربعه وبيقبلوا على الثمانيه. هاخد مين؟ خد الرقم الكبير، يبقى بيقبلوا على الثمانيه، يبقى هناخد الثمانيه بره مشترك. طيب الرموز في ما بينها مشترك، لا ده اكس تربيع وهنا ما فيش اكس، يبقى هناخد الثمانيه وافتح قوس. 8 على الثمانيه فيها الواحد والاكس تربيع تنزل زي ما هي ومش هنكتب الواحد قدام الرمز. ناقص 16 على الثمانيه فيها الاثنين. طيب يبقى هنا 8 في اكس تربيع ناقص 2. الحل الثاني لا، لان الاثنين مالهاش جذر. طب تعالى على الرقم اللي بعده او المثال اللي بعدها، بيقول لك 15 اكس تربيع واي تربيع ناقص 30 اكس واي تكعيب. برضو ايه المشترك هنا؟ لو لاحظنا كده ان المشترك ما بينهم اول حاجه نشوف الرقم ال 15 وال 30. المشترك ما بين ال 15 وال 30 في كذا رقم برضه بيقبلوا على الثلاثه وبيقبلوا على الخمسه وبيقبلوا على ال 15. خد الكبير اللي هو ال 15 اهو. طيب الرمز تعال بص كده نشوف اكس تربيع واكس، يبقى الاكس متكرره في الطرفين هاخد اكس. طب اخد اكس تربيع ولا اخد اكس؟ باخد الاصغر في الاس. في الرموز باخد الاصغر في الاسس. في الارقام باخد المشترك الكبير، مش الرقم الكبير اقصد، يعني اكبر رقم مشترك ما بينهم. يبقى هنا ناخد الاكس بره. طب واي تربيع واي تكعيب، يبقى هناخد الواي تربيع. اتفقنا بقى ناخد الاصغر في الاسس ويفتح قوس. اقسم 15 على 15 فيها الواحد. اكس تربيع على اكس باخد منها اكس واطرح الاسس 2 ناقص 1 1. واي تربيع على واي تربيع طالما نفس الرموز بنفس الاسس بيطيروا مع بعض، يعني نعتبر قسمتهم بواحد. يبقى اول ناتج باكس ناقص 30 على 15 فيها الاثنين. اكس هتطير مع الاكس، اتفقنا خلاص طالما نفس الرمز بنفس الاسس. واي تكعيب على واي تربيع خد منهم واي واطرح الاسس 3 ناقص 2 1 يبقى واي بس. طب هل القوس ده ليه تحليل تاني؟ لا، يبقى خلاص كده تحليلي خلص. تعالى على اللي تحتها رقم 3، قال لك سالب 4 اكس اس 4 زائد 12 اكس تكعيب ناقص 8 اكس تربيع. ايه الليله دي؟ امشي معاها واحده واحده. سالب 4 12 8، الرقم اللي هم الثلاثه بيقبلوا عليه، بيقبلوا على الاثنين وبيقبلوا على الاربعه، خد الاربعه بره اهي. وطالما في سالب مع الرمز الكبير اللي هو الاس بتاعه كبير، خد السالب بره مشترك اهو. عشان احنا كده ايه؟ بناخد الرمز الكبير طبعا ببتدي بيه، فما ينفعش تبتدي بالسالب عشان لما اجي ارتب المقدار. يبقى هنا خدنا سالب 4. طب اكس اس 4 اكس تكعيب اكس تربيع، هاخد مين؟ هم كلهم في اكسات، طب انا هاخد انه اكس فيهم؟ انا بناخد الاقل في الاس، يبقى الاكس تربيع بره وافتح قوس. سالب 4 على سالب 4 سالب على سالب موجب، 4 على 4 فيها الواحد. اكس اس 4 على اكس اس 2 هناخد منهم اكس واطرح الاسس 4 ناقص 2 2 اهي. دي كده اول واحده. موجب على سالب بسالب 12 على 4 فيها الثلاثه. اكس تكعيب على اكس تربيع باكس اهي. سالب على سالب بموجب 8 على 4 فيها الاثنين. الاكس تربيع هتطير مع الاكس تربيع، يبقى يفضل لك ده القوس بتاعك. طيب القوس ده ليه تحليل؟ تعال نشوف. قبل ما احلله اشوف الاول. طيب هنا اشاره الاخير موجب، طب انا عاوز عددين يتضربوا يدوني الاخير يتجمعوا يدوني النص. هل في يعني في عددين يتضربوا يدوني 2 يتجمعوا يدوني 3؟ 2 في 1. الله، يبقى ده ليه تحليل، يعني هضطر اكمل. خلي بالك لو انا جيت خدت مشترك وبعد ما خدت مشترك لقيت ان انا ينفع احلل، فهحلل عادي جدا. طب هنحلل ازاي؟ سهله وبسيطه ما فيهاش ادنى مشكله اهو.
هناخد المشترك تاني بره معانا اهو، سالب 4 اكس اس 2، وحلل ده ثلاثيه حدود، افتح قوسين اهو. طبعا ده معايا بره خلاص، الاكس تربيع اكس واكس. طيب قلنا الاخير موجب، نفتكر قاعده الاشارات، الاثنين بياخدوا اشاره النص، سالب سالب، جميل. هدور على عددين يتضربوا يدوني 2 يتجمعوا يدوني 3، هي اصلا الاثنين مفيش غير 2 في 1، يبقى دي 2 وادي 1. بس كده حللنا المساله ونقول له السلام عليكم، انت مالكش عندي حاجه تاني، حليت المساله وخلصت. طيب تعالى معايا السؤال اللي بعده. هنا في السؤال رقم 4 بيقول لك اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 12، دي واضحه على طول مفيش مشترك وثلاثيه حدود. فتعالى نحلل، الاخير موجب، ادور على عددين ضربهم 12 مجموعهم 7، ال 12 عباره عن 1 في 12 و2 في 6 و3 في 4. طب انا دول كده ضربهم 12، مين فيهم مجموعهم 7؟ ال3 وال4. يبقى هنفتح قوسين، الاكس تربيع اكس واكس، الاخير موجب فالاشارتين زي اشاره النص، موجب وموجب. قلنا الضرب يدوني 12 الجمع يدوني 7، قلنا ما حلتناش غير ال3 والايه وال4. السؤال اللي بعده جايبين لك كميه تحليل، يعني لو هتحلل في معمل مش هتحلل التحليل دي كلها. طيب اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 8 هنحللها ازاي؟ برضو نفس الموضوع، دي ثلاثيه حدود، هنفتح قوسين، وطبعا تتاكد ان انت مفيش مشترك فبتحلل على طول. الاكس تربيع اكس واكس، الاخير موجب، الاثنين بياخدوا اشاره النص، سالب وسالب. عددين يتضربوا يدوني 8 يتجمعوا يدوني 6، ال8 مفيش غير 8 في 1 و2 في 4. طب مين هيتجمعوا يدوني 6؟ ال2 وال4، يبقى ال2 وادي 4. السؤال اللي بعده اكس تربيع ناقص 7 اكس ناقص 18، هنا الاخير سالب، فركز في حته السالب شويه. عددين يتضربوا يدوني 18 يطرحوا يدوني 7. انت عندك ال 18 في 3 في 6 و2 في 9، طبعا 1 في 18. طب مين في دول يطرحوا يدوني 7؟ الاثنين والايه والتسعه. فالرجاء فاتحين قوسين، ركز معايا في الحته دي، هنا اكس وهنا اكس، نكتب الارقام الاول 2 و9. طب الاشارات يا مستر، الاخير لما يكون سالب الكبير بياخد اشاره النص والتاني يعكس. تاني، الاخير لما بيكون سالب انا بعمل حاجتين، بدور على عددين يتضربوا يدوني الاخير، دي ما فيهاش مشكله سواء سالب او موجب. طب لما يكون الاخير سالب، بعد ما يتضربوا ويدوك الاخير يطرحوا يديك النص، تمام. طب والاشارات، الكبير بياخد اشاره النص والتاني يعكس. طب تعالى معايا على اللي بعده، 2 اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 6. هنا الاكس تربيع قدامها رقم، هتاكد الاول ان هو ما ينفعش يتاخد مشترك. طب الاثنين والسبعه والسته هل بيقبلوا على الاثنين كلهم؟ السته بتقبل، طب السبعه لا، يبقى ده مش مشترك. طب هتعمل ايه؟ اروح جاي واخد الاثنين دي ضاربها في السته اللي في الاخر، هحولها ثلاثيه حدود، الاكس تربيع ما قدامهاش رقم، وهنحللها تحليل عادي. هتيجي كده اهو، هناخد الاثنين نضربها هناك فيبقى الشكل الجديد للمعادله او للمقدار اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 2 في 6 ب 12 اهو، وحللها تحليل عادي جدا. طب تعالى كده نحلل التحليل عادي اهو. هنفتح قوسين، الاكس تربيع اكس واكس، الاخير موجب، عددين يتضربوا يدوني 12 يتجمعوا يدوني 7، وطالما الاخير موجب ما تحتارش في الاشارات، حط الاثنين زي النص. لسه قايلين ايه اللي يتضرب يديك 12 يتجمع يديك 7؟ 3 و4. طب اقف عند كده؟ لا، هنا بقى في خطوه بكملها ومهمه جدا. مش انت كنت ضارب في 2 لازم ترجع تقسم على الاثنين اللي كنت ضارب فيها، عشان اكنك ما غيرتش حاجه في المقدار. طب يا مستر هو 3 على 2 مالهاش قيمه، طالما الناتج جيت اقسمه الكسر مالوش قيمه، باخد المقام بحطه قدام الاكس يبقى دي 2 اكس زائد 3 اهي. وهنا اكس 4 على 2 فيها الاثنين تبقى اكس زائد 2 اللي هي ناتج الاسم، يبقى انا كده حللتها. والتحليل ده ليه طريقه ثانيه اللي هي تحليل بطريقه المقص، بقعد اجرب شويه فيها. طيب السؤال اللي بعده رقم
8 بيقول لك 2 اكس تربيع زائد 9 اكس تربيع زائد 10. هنا معلش ده مش اكس تربيع، ده اكس بس، اسفين. يبقى 2 اكس تربيع زائد 9 اكس زائد 10. طيب برضو نتأكد ان مفيش مشترك. طيب مفيش مشترك ما بين التلاتة، يبقى هناخد الرقم اللي قدام الاكس تربيع نضربه في الحد الاخير ونشتغل على كده. يبقى هنا اكس تربيع زائد 9 اكس زائد 2 في 10 ب20. قلنا حولناها مقدار ثلاثي، حل على طول ما فيهاش ادنى مشكله. هنفتح قوسين، يبقى اكس واكس الاخير موجب، يبقى الاثنين بياخدوا اشاره النص. عددين الضرب يديك 20 يتجمع يدوني 9، يبقى 4 و5. وما تنساش ان انت كنت ضارب في 2 ترجع تقسم عليها. يبقى هنا المقدار او الاقواس الجديده 4 على 2 فيها الاثنين، يبقى اكس زائد 2. 5 على 2 ملهاش قيمه، خد المقام اضربه في الايه؟ في الرمز، يبقى 2 اكس زائد 5. طيب هنا ركز معايا في السؤال ده، بيقول لك ايه؟ اكس زائد 2 في اكس ناقص 5 ناقص 8. برضه هنحللها ازاي؟ نفك الاقواس دي الاول اصلا. كده يا مستر كده مش متحللها، لا ده انا لسه هفك ولسه ارجع احلل هنا تاني من اول وجديد. يبقى نفك الاقواس ازاي؟ بناخد الاكس نضربها في الكل، اكس في اكس باكس اس 2، واكس بسالب 5 يبقى سالب 5 اكس، واخد الاثنين اضربها في الكل، 2 في اكس يبقى 2 اكس، وممكن في سالب بسالب 2 في 5 ب 10. ومعاك طبعا هنا ناقص 8 اللي موجوده في المساله. جمع، يبقى دي اكس تربيع هتنزل، سالب 5 اكس زائد 2 اكس، سالب 5 زائد 2 تبقى سالب 3 اكس، سالب 10 ناقص 8 تبقى سالب 18. كده اصبحت مقدار ثلاثي جديد هحلله انا بقى. نفتح قوسين اهو، الاكس تربيع اكس واكس الاخير اشارته سالب، يبقى ادور على عددين يتضرب يدوني 18، يطرح يدوني 3، ما قداميش غير 3 في 6. الاخير سالب، الكبير بياخد اشاره النص والتاني بيعكس. طيب تعالى معايا السؤال 11، يقول لك اكس تربيع ناقص واي تربيع. دي بسيطه خالص، ده فرق ما بين مربعين واضحه جدا اهو. هنفتح قوسين، اكس واكس وواي وواي، واحد سالب وواحد موجب. تحليل الفرق ما بين مربعين بيبقى عباره عن كميتين مربعين لكل واحده منهم جذر تربيعي وما بينهم اشاره سالب. طيب السؤال اللي بعده 9 اكس اس 4 ناقص 16 واي اس 2. طيب تعالى معايا كده نحللها واحده واحده. هنا ده خلي بالك كميه مربعه عشان لها جذر تربيعي، وده برضو كميه مربعه عشان لها جذر تربيعي. طب هتتحلل ازاي؟ وفي ما بينهم سالب، يبقى ده فرق ما بين مربعين. هنفتح قوسين اهم، اجيب جذر الاولاني جذر الرقم وجذر الرمز. جذر التسعه 3، جذر الاكس اس 4 لما بتجيب جذر تربيعي لرمز بقسم الاس بتاعه على الاثنين فيبقى اكس اس 2. وهنا نفس الحوار 3 اكس اس 2. طبعا احنا اتفقنا في الفرق ما بين المربعين الاشاره ثابته، واحده موجب واحده سالب، او واحده سالب واحده موجب، مش فارقه. واجيب جذر الاخير جذر ال 16 4 وجذر واي تربيع واي. هنا جذر ال 16 4 وجذر واي تربيع واي. طب مستر هو دي مش ممكن تتحل الفرق ما بين المربعين؟ لا، لان دي مالهاش جذر. يعني الاربعه لها جذر بس الثلاثه مالهاش جذر والواي مالهاش جذر. يبقى خلاص كده احنا حللنا. اثبت على كده، ده اخر حاجه للتحليل. طب السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لك 1 ناقص 100 اكس تربيع واي تربيع. سهله برضه، ده برضه فرق ما بين مربعين، لان ده ليه جذر تربيعي وده كله ليه جذر تربيعي، والاشاره اللي ما بينهم سالب اهو. جذر تربيعي للواحد واحد، وهنا واحد. الاشاره في النص سالب، تبقى واحده سالب وواحده موجب. جذر ال 100 10، وجذر اكس تربيع اكس وجذر واي تربيع واي، يبقى هنا برضه 10 اكس واي. طيب السؤال اللي بعده
اكس تكعيب ناقص 27. ده كميه مكعبه وده كميه مكعبه. يعني ايه مكعبه؟ يعني لها جذر تكعيبي. فكرة كنت بحللها ازاي؟ بيبي وفازر. بفتح قوسين صغيرين، قوس صغير وقوس كبير. الله يمسيه بالخير المستر بتاعي مستر سعيد، طبعا لكل الشكر والتقدير، كان هو اللي قال لنا فكره البيبي والفازر دي. كنت بحلل ازاي قوس صغير وقوس كبير. بجيب الجذر الاولاني او الجذر التكعيبي للاولاني، الاكس تكعيب جذرها اكس ناقص، باخد الاشاره اللي موجوده، ال 27 جذرها التكعيبي 3. طيب بجيب القوس الكبير ازاي؟ من القوس الصغير، الاول في نفسه اكس في اكس في اكس تربيع، اول في تاني مع تغيير اشاره النص يبقى 3 اكس، الاخير دايما موجب، 3 في 3 ب9. بس كده حللناها. تعالى على المساله اللي بعدها. ايه اس 6 ناقص 8 بي تكعيب. برضو ده كميه مكعبه. عرفت منين؟ عشان ده ليه جذر تكعيبي. هو ازاي بعرف الجذر التكعيبي؟ قلنا لما بنيجي نجيب جذر الرمز، لو تربيعي بقسم على الاثنين، لو تكعيبي بقسم على الثلاثه. طب يا مستر ما هي 6 بتنفع على الاثنين وبتنفع على الثلاثه. طب بص بقى اللي جنبها ما تنفعش غير على الثلاثه، والثمانيه مالهاش غير جذر تكعيبي، فده يبقى فرق مكعبين، ما ينفعش يبقى فرق مربعين. يبقى هنحلل قوس صغير قوس كبير. الاي اس 6 جذرها التكعيبي اي اس 3 ناقص، عشان الاشاره في النص ناقص، الجذر التكعيبي لل 8 2، والبي اس 3 جذرها بي. طب القوس الكبير بجيبه ازاي؟ الاول في نفسه هيبقى ايه؟ اسف، هنا 6 على 3 فيها الاثنين، فيبقى هنا لما اجيب ده اي اس 2 في اس 2 تبقى اي اس 4. بعد كده اول في تاني مع تغيير اشاره النص يبقى 2 اي اس 2 بي. الاخير دايما موجب، 2 في 2 ب4، وبي في بي ببي اس 2. طيب السؤال 16 بربع اكس تربيع ناقص 1 على 25 واي تربيع. لو لاحظت ده ليه جذر تربيعي وده ليه جذر تربيعي، والاشاره في النص سالب، يبقى ده فرق مربعين. هنفتح قوسين زي بعض عادي، واحد سالب وواحد موجب. قلنا في الفرق بين المربعين مش هتفرق مين السالب ومين الموجب. هجيب الجذر الاولاني جذر الربع بنص، عشان بجيب جذر البسط وجذر المقام، والاكس تربيع اكس ناقص 1 على 25 جذرها 1 على 5، الواي تربيع واي. نفس القوس هنا هيتكتب هنا بس بإشارة مخالفة، زائد 5 واي. السؤال اللي بعده 8 واي تكعيب ناقص 1 على 27. طب هنا ده ايه المرة دي؟ ده فرق مكعبين. مستر هو المكعبين لازم يكون بالسالب برضه؟ لا، المكعبين ده راجل محترم، اشتغل سالب اشتغل موجب كلها نفس الايه؟ نفس الفكرة، مش فارقة. طب نفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لل 8 2، الجذر التكعيبي للواي تكعيب واي ناقص الواحد على 27 جذرها 1 على 3 التكعيبي طبعا. بعد كده الأول في نفسه 4 واي أس 2، أول في تاني مع تغيير إشارة النص يبقى زائد 2 في تلت ب2 على 3 واي، الأخير دايما موجب، تلت في تلت ب1 على 9 أهي. طيب المثال اللي بعده ايه تربيع زائد 18 ايه زائد 81. تعالى كده مع بعض نحللها. هنفتح قوسين برضو عادي جدا، لو انت مش ملاحظ حاجه ماشي مشيها زي ما انت شغال. هنفتح قوسين، الايه تربيع ايه وايه، الاخير موجب، يبقى انا عاوز عددين يتضربوا يدوني الاخير، الجمع يدوني النص، والاثنين موجب هياخدوا اشاره النص، يبقى موجب وموجب. الجذر 81 او ال 81 ايه اللي ضرب يديك 81 والجمع يديك 18؟ مفيش غير 9 ب9، يبقى ده ب9 وده ب9. الله يا مستر ده القوسين تيبيكال مع بعض، فانا ممكن اشيل القوسين اخد منهم قوس واكتب عليه اس 2. طب لو لاحظت بقى اصلا من الاول خالص، وكنت بقول لك انت بتعمل الاختبار ده
في الاول من قبل ما تحل بمجرد النظر كده. جذر الايه تربيع ايه؟ جذر 81 9 اضربهم في بعض واضربهم في 2 يعني 9 في ايه ب 9 ايه في 2 ب 18. الله، ده اداني النص. طالما هنا جبت جذر الاول بمجرد النظر كده، ده اسمه اختبار المربع الكامل. جذر الاول جذر الاخير ضربتهم في بعض ضربتهم في 2 اداك النص، يبقى ده اسمه مربع كامل. طب بحلله ازاي المربع الكامل؟ باخد قوس عليه اس 2 واخد اشاره النص واجيب جذر الاول اللي انا كنت جايبه اصلا والجذر الاخير، يبقى ده تحليل المربع الكامل. ولو حللتها زي ما حللنا في الاول صح مش غلط ما فيهاش مشكله. طيب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. هنا بقول لك 9 اكس تربيع زائد 6 اكس زائد 1. واحد بقى ناصح، هو قال لي لا يا مستر ده انا هعمل اختبار المربع الكامل الاول. طب في المسائل اللي فاتت يا مستر كنت ممكن اعمل اختبار مربع كامل. طب ما طلعش مربع كامل، حل التحليل عادي زي ما حللنا كده. ال 9 اكس تربيع جذرها 3 اكس فوقها كده. الواحد جذر واحد. طب 1 في 3 ب 3، 3 في 2 بايه؟ ب 6، ما تنساش تضرب في 2 يبقى 6 اكس يعني اداك النص، يبقى ده مربع كامل اهو. خد اشاره النص. الجذر الاول انت جايبه 3 اكس، الجذر الاخير 1 بس، يبقى ده تحليل المربع الكامل. السؤال اللي بعده، لو لاحظت انا عندي هنا 4 حدود، يبقى 4 حدود يبقى على طول تلقائي كده هبرمج نفسي التحليل بالايه؟ بالتقسيم. طيب هاخد مين مع مين في التقسيم؟ قلنا بندور على اللي فيه عامل مشترك. طب فين هنا في عامل مشترك؟ في عندك الاي اكس والاي واي والبي واي والبي اكس، او ممكن اخد الاي اكس مع البي اكس والبي واي مع الاي واي، مش فارقه. انت في التحليل التقسيم ده انت بتقعد تجرب. طيب هناخد مثلا الاثنين مع بعض، الاي اكس زائد الاي واي اهو جوه قوس، الاي اكس زائد الاي واي اهو. بعد كده زائد بره البي واي مع البي اكس، زائد البي واي زائد البي اكس. طيب هنا مين المشترك؟ الاي، يبقى خد الاي بره مشترك اهي، هيتفضل لك اكس زائد واي، زائد مين المشترك؟ البي، خد الواي مع الاكس. طب يا مستر ابو اكس زائد واي تختلف عن الواي زائد الاكس؟ لا هم في الزائد ما بتفرقش. طب ايه ده؟ ده القوسين دول زي بعض، ما انا طالما في التحليل بالتقسيم وصلت القوسين زي بعض يبقى اعرف انت ماشي صح. اخد منهم قوس بره مشترك اهو، اخد اكس زائد واي بره المشترك وافتح قوس، ما احطش ما بينهم هنا حاجه، بفتح قوس تاني. هاخده من هنا ومن هنا هيتفضل لك A زائد B. طب جميل، ده اول مساله. تعالى معايا المساله اللي بعدها. بيقول لك اكس تربيع ناقص 5 اكس ناقص واي تربيع زائد 5 واي. لو لاحظت هنا مين المشترك؟ هتقول لي اكس تربيع مع ال 5 اكس والواي تربيع مع ال 5 واي. طب تعالى كده نمشي ونشوف الدنيا اللي انت بتقولها دي صح ولا غلط. هنيجي هنا ناخد الاكس تربيع ناقص 5 اكس، وهنا خلي بالك لو خدت السالب بره، يعني لو سبت السالب بره ما فيهاش مشكله، يعني ممكن اخد السالب بره وافتح قوس، بس السالب لما باخدها بره بتغير الاشارات اللي بعدها، يعني الواي تربيع بالسالب لا هتبقى بالموجب بقى، ودي بالموجب تبقى بالسالب بقى اهي. طيب وبعدين هنا مين المشترك؟ هنا المشترك الاكس، يبقى خد الاكس بره مشترك اهي. يبقى اكس هيتفضل لك من الاكس تربيع، لما اخد اكس يتفضل لك اكس ناقص، خدت الاكس من هنا اتفضل 5. جميل. طيب هنا مين المشترك؟ الواي، يبقى خد الواي، يبقى دي ناقص واي، يبقى واي ناقص 5. اقبل عندي هنا مستر ده مفيش قوس مشترك، الاقواس مختلفه، يبقى اللي انت واخده غلط. يا دي المصيبه السوداء، هنعمل ايه؟ ولا حاجه خالص، ارجع جرب حاجه ثانيه، مفيش ادنى مشكله اهو. ناخد قوسين تانيين مع بعض. انت جربت اكس تربيع ناقص 5 اكس ما طلعتش. طيب هعمل ايه بقى ساعتها؟
اعكس الدنيا خالص. ازاي؟ بص كده، الاكس تربيع مع الناقص واي تربيع هما في ما بينهم مشترك؟ مفيش مشترك بس ينفع يتحللوا. الخمسة اكس مع الخمسة واي في ما بينهم مشترك؟ اللي هو الخمسة. طب تعالى نجرب، ما وراناش حاجة. هناخد مع بعض اكس تربيع ناقص واي تربيع جوه قوس لوحدهم، وياخد السالب 5 اكس والخمسة واي مع بعض. قلنا ممكن نسيب السالب بره اهي. لما بسيب السالب بره بتغير، بدل ما كان سالب اخده بالموجب، وهنا بدل ما هو كان موجب اخده بالايه؟ بالسالب اهو. امشي معايا خطوه خطوه. الاكس تربيع ناقص واي تربيع، الله مستر ده دي كميه فرق ما بين مربعين، يعني ممكن احللهم فرق ما بين مربعين عادي جدا اهي. يبقى اكس ناقص واي في اكس زائد واي. جميل. مين هنا المشترك؟ الخمسه. جميل برضه. خد الخمسه بره المشترك، هيتفضل لك اكس ناقص واي. بص بقى عندك هنا كده، الله ده القوس المشترك ظهر اهو اللي هو اكس ناقص واي. يعني خلي بالك انت ممكن تمشي وتكون اللي اخترته مش نافعين مع بعض، عادي ارجع تاني. مفيش ادنى مشكله، التحليل بالتقسيم ممكن اجرب. يبقى هنا هناخد اكس ناقص واي بره مشترك، وافتح قوس. قلت لك في الفتره الاخيره لما بتاخد القوس المشترك ما بحطش ما بينهم حاجه، بفتح قوسين جنب بعض كده. اشيله من هنا واشيله من هنا، هيتفضل لك اكس زائد واي ناقص 5. بس يبقى ده كده التحليل بتاعك، وخدنا المشترك ونقول له يا عم متشكرين على اللي انت عملته معايا. طب تعالى معايا على المساله الجميله دي اللي هو التحليل باكمال المربع. طيب هنحلل ازاي باكمال المربع؟ كلمه اكمال مربع يبقى لازم اجيب الحد الاوسط. طيب بجيب الحد الاوسط ازاي؟ بيبقى موجب وسالب 2 جذر الاول اللي هو 81 اكس اس 4، نعتبرها اكس اس 4 في الجذر الاخير اللي هو 4، يبقى موجب وسالب 2 في جذر 81 ب9. طب بص عشان ما تلخبطش نفسك في حته الفي والاكس، حطها كاقواس كده. جذر 81 9، وجذر اكس اس 4 اكس اس 2، وجذر الاربعه 2 اهو. هنضرب الارقام كلها في بعض، يبقى موجب وسالب ثابته اهي. 2 في 9 ب 18، 18 في 2 ب 64 اكس، او قصدي 18 في 2 ب 36 اكس، اسف. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنضيف الحد ده مره ونطرحه مره، فهنكتب المساله بالشكل الجديد اهو. هنقول له 81 اكس اس 4، اللي هضيفه هكتبه في النص زائد 36 اكس اس 2، ونكتب ده زائد 4 ناقص الحد اللي انا هطرحه ناقص 36 اكس اس 2. طب وبعدين هنفتح قوسين قد الدنيا اهم، قد الدنيا خالص اهو. اخد الثلاثه دول مع بعض، وعشان ما تتوهش حطهم جوه قوس كده لوحدهم، والاخير الغلبان ده حطه في قوس لوحده عشان ما تلاقيش الدنيا لعبكت معاك والدنيا باظت. بالراحه كده معايا. الثلاث حدود مع بعض دول مربع كامل. تحليلهم عباره عن ايه؟ قوس صغنطوط مش قد الدنيا ولا حاجه، تربيع. بجيب جذر الاولاني جذر 81 9، وجذر الاكس اس 4 اكس اس 2. هغير اللون شويه، واجيب جذر الاخير مع الاشاره اللي موجوده اللي هي دايما موجبه، جذر الاربعه 2. نفس القوس ده هرجع اكتبه هنا 9 اكس اس 2 زائد 2 اهو. طب والغلبان ده اخده مره بالموجب ومره بالسالب، اجيب جذره. جذر 36 6، وجذر اكس اس 2 اكس، وهنا 6 اكس. طيب ده التحليل باكمال الايه؟ المربع. تعالى معايا على السؤال اللي بعده.
نخش بقى كده في شويه اسئله اكمل كده في السريع. احنا رجعنا دلوقتي على كل التحاليل اللي ربنا كرمنا وخدناها مع بعض، رجعنا عليها. تعالى بقى برضو اسئله عليها كده، بس ساعات ايه تركات بقى بتيجي في اكمل، ما بيكونش محتاج تحليل، محتاج ايه تشغل دماغك، وانا بخاف من تشغيل دماغ. تعالى معايا كده على اول سؤال، بيقول لك ايه؟ اذا كان a ناقص b بيساوي 7 وx زائد y بيساوي 10، فان x في a ناقص b ناقص y b ناقص a. سؤال في منتهى الجمال. بص كده معايا، مستر هو مديني ال a ناقص b. جميل، بكام؟ بسبعة صح؟ طب حلوه، ده a ناقص b موجوده هنا، حلو قوي. طب هو هنا موجود a ناقص b؟ لا، ده موجود b ناقص a. فانا عايز اخليها a ناقص b برضه عشان استغل القيمه دي. طب يا عم ما تخليها. طب ازاي بقى؟ بص كده معايا، الاكس اهي a ناقص b اهي، هنا هبدل هخليها برضه a ناقص b، بس لما بتبدل في السالب بتغير اشاره اللي بره. لو سالب بخليها موجب، لو موجب بخليها سالب. طب لو بدلت في الموجب، لا الموجب ده محترم، يعني في الموجب لو كانت b زائد a هتبقى a زائد b عادي، ما فيهاش مشكله، ما بغيرش حاجه. يبقى عشان ابدل دي فيها ضريبه، لما بتبدل في السالب بتغير اشاره الايه اللي بره، بدل ما هي سالب هنخليها موجب واي، ودي هتبقى a ناقص b عشان يديك نفس الشكل. ماشي، وبعدين لو لاحظت القوس ده متكرر صح؟ ممكن اخده بره مشترك، a ناقص b اهو، وافتح قوس تاني جنب، اشطب عليه من هنا ومن هنا. الله، ده كده ظهر لك x زائد y. يا ابن اللذينه، يعني a ناقص b بقت بسبعه في اكس زائد واي ب 10. عسل قوي، يبقى 7 في 10 بكام؟ ب 70. سؤال جميل جدا. طب تعالى معايا السؤال اللي بعده. قال لك اذا كان اكس تربيع زائد اي اكس زائد 15 بيساوي اكس زائد 3 في اكس زائد بي، فما قيمه اي بي؟ كلمه اي بي يعني قيمه الاي في قيمه البي. طب انا يا عم اصلا عارف اجيب الاي لوحدها والبي لوحدها عشان نجيبهم في بعض. هنعرف نجيب اي في بي. طب ما ده تحليل. فالتحليل عندك بيقول لك ايه؟ المفروض لما اضرب الاثنين دول يديني الاخير صح؟ طب ما جميل، هو 3 في كام بيديك 15؟ 3 في 5، عسل قوي. يبقى كده البي بكام؟ ب5. حلو. طيب الاخير اشارته ايه؟ موجب، يعني المفروض لما اجمع العددين اللي اتضربوا واديني 15 ادوني النص، اديني الرقم اللي في النص. ليه جمعت؟ عشان الاخير موجب. يبقى 3 زائد 5 كام؟ 8. يبقى الايه بكام؟ ب8 بس. يبقى جبت البي ب5 والايه ب8. اي بي يعني 5 في 8 ب 40. وشكرا على كده. شويه اسئله لوز. طيب تعالى معايا على اللي بعده. بقول لك اذا كان اكس ناقص ايه وهنا اكس تربيع ناقص 11 اكس زائد 28 بيساوي اكس ناقص ايه في اكس ناقص بي. هنا طبعا المفروض ايه زائد بي. ماشي، محتاجين نجيب قيمه الايه وقيمه البي. عسل. طيب سيبك من الاي والبي، تعالى كده لو انا هحلل ده، الراجل مديني هنا مقدار كامل محترم، تعالى نحلله وبعد كده نقارن. تعالى نحلله تحت اخوه اهو. لو حللت ده اكس واكس، الاخير موجب صح؟ يبقى عاوز عددين يتضربوا ويدوني 28 يتجمعوا يدوني 11، مفيش غير 4 في 7. الاشارات طالما الاخير موجب الاثنين بياخدوا اشاره النص بس اهي، جميله قوي. يبقى الاي ب4 والبي ب7. طب ليه ما تقولش العكس؟ عادي، ما هو كده كده جمع مش هتفرق. يبقى 4 زائد 7 بكام؟ ب11. يعني لو قلت الاي هي اللي ب7 والبي هي اللي ب4 مش فرق، يبقى برضه جمعهم 11. انا بقول لك اذا كان اكس ناقص 5 احدى عاملي ثلاثيه الحدود 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس ناقص 15، فان العامل الاخر، تعال نحولها لثلاثيه حدود عاديه، اضرب هنا في 2 اللي هو قدام الاكس تربيع، يبقى اكس تربيع ناقص 7 اكس ناقص 2 في 15 ب 30. عاوزين عددين ضربهم 30 طرحهم 7، مفيش عندك غير 3 في 10. تمام، يبقى نقول له هنا اكس وهنا 10 وهنا اكس وهنا 3. الاخير سالب، الكبير بياخد اشاره النص والتاني يعكسه. بس اتفقنا في حاجه زي كده لازم اقسم على الرقم اللي انا ضربت فيه اهو. يبقى هنا اكس 10 على الاثنين فيها ال5، وهنا طالما ما فيش ناتج بنحطه قدام الاكس يبقى 2 اكس زائد 3. طب هو مديك العامل بتاع اكس ناقص 5، يبقى العامل الثاني 2 اكس زائد 3. طيب تعالى معايا السؤال اللي بعده.
بقول لك اذا كان اكس تربيع ناقص بي بيساوي اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 فان بي تساوي. هنا لو جينا بصينا كده ده عباره عن فرق ما بين مربعين صح؟ عاوز الحد التاني، فالحد التاني عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضرب دول. 3 في 3 بكام؟ ب9، يبقى البي ب9 اهي. طب لو كان مديك دي بالموجب كنت تاخد دي بالسالب عشان يبقى موجب في سالب بايه؟ بسالب. السؤال اللي بعده اذا كان اكس تربيع ناقص واي تربيع بسالب 16 واكس ناقص واي بسالب 2 فان الوسط الحسابي للعددين واي واكس. السؤال ده برضه في منتهى الجمال. هو الوسط الحسابي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الاعداد على عددها. يعني هنا عندي اكس وواي فعباره عن الوسط الحسابي اهو، هنجيبها هنا كده. الوسط الحسابي يساوي اجمع دول اكس زائد واي على عددهم اللي هو 2. طب يا مستر انا ما عنديش اكس زائد واي، ما انا هعرف اجيب اكس زائد واي ازاي؟ بص كده، اتفقت معاكم في حاجه يا رب تكون فاكرها. لما بيديك الفرق ما بين مربعين يديك التربيعات ويديك الناقص وعايز الزائد، يعني انا عايز اجيب اكس زائد واي فهقسم سالب 16 على سالب 2. سالب 16 على سالب 2 تطلع ب 8. يبقى انا معايا اكس زائد واي ب 8، يبقى الوسط الحسابي عباره عن 8 على 2 ب 4. تاني هفكرك بحاجه، قلت لك لما يديك التربيعات اللي هو اكس تربيع ناقص واي تربيع وعاوز ومعاك الناقص وعايز الزائد، او معاك الزائد وعايز الناقص، فبقسم التربيعات على اللي موجود. طب لو مديني الزائد والناقص وعايز التربيعات بضرب. يعني مثلا قال لك اذا كان اكس ناقص واي ب 3 واكس زائد واي ب 5، فانا عاوز اكس تربيع ناقص واي تربيع، بضرب 3 ب 5 ب 15. طيب السؤال اللي بعده إذا كانت كثيرة الحدود 4x تربيع زائد كي اكس زائد 1 مربعا كاملا فإن الكي تساوي كام؟ هنا أنا عايز الحد الأوسط. حد فاكر قانون الحد الأوسط؟ كي تساوي أو كي اكس بقى تساوي موجب وسالب 2 موجب وسالب 2 جذر الأول 4x تربيع جذر الأخير 1. يبقى الكي اكس بتساوي موجب وسالب 2، قلنا نحطها في اقواس عشان ما نتوهش ما بين الضرب والاكس. جذر الاربعه 2 جذر اكس تربيع اكس وهنا 1. فبتساوي موجب وسالب 2 في 2 ب 4، 4 في 1 ب 4 يبقى 4 اكس. طيب يبقى الكي بس بكام؟ الكي بموجب وسالب 4. قال لك اذا كان واي اكس زائد 5 اكس زائد 7 واي زائد 35 بيساوي اكس زائد ايه وواي زائد بي، فمن قيمه ايه ناقص بي. تعالى كده اول نشوف ده تحليل ايه. ده كده تحليل بالتقسيم. لو لاحظنا ان الواي اكس زائد 5 اكس ده ما بينهم مشترك، وهناخدهم مع بعض في قوس اهو. يبقى واي اكس زائد 5 اكس زائد ال7 واي زائد 35 برضه في ما بينهم مشترك. طب هنا مين المشترك؟ هناخد الاكس هنا بره مشترك، هيتفضل لك واي زائد 5. طب هنا مين المشترك؟ السبعة، هتفضل لك برضو واي زائد 5. في قوس مشترك اللي هو واي زائد 5، يبقى هناخد واي زائد 5. لما اخدها من هنا يفضل لك الاكس، لما اخدها من هنا يفضل لك السبعة. يعني معنى كده ان الاي ب7 عشان هي اللي مع الاكس، والبي ب5 عشان هي اللي مع الواي. يبقى ايه ناقص بي تبقى 7 ناقص 5 يساوي 2. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان اكس أس 3 زائد 5 اكس تربيع ناقص 4 اكس ناقص 20 بيساوي اكس زائد ايه؟ اكس زائد بي اكس زائد سي. فإن قيمة ايه زائد بي زائد سي برضو جميل جدا. تعال نحلل ده ونشوف. طيب لو خدنا دول مع بعض فهو المشترك ما بينهم اكس تربيع، لو خدنا دول مع بعض فهو المشترك ما بينهم 4. طيب تعالى كده هنا اكس تكعيب زائد 5 اكس تربيع
قلنا لو في سالب خد السالب بره وغير اشاراته اللي جوه وريح دماغك. ده هيبقى بالموجب، ده بالسالب خليه بالموجب. طيب تعال ناخد المشترك من الاكس تكعيب والاكس تربيع، خد اكس تربيع بره مشترك، فيتفضل لك اكس زائد 5. طيب خد هنا الاربعه بره مشترك، فيتفضل لك برضه اكس زائد 5. يبقى القوس المشترك عندي عباره عن اكس زائد 5. وبص بقى منتهى الجمال اللي جاي ده، لما اشطب من هنا ومن هنا فيتفضل لك جوه اكس تربيع ناقص 4. ده القوس اللي ظهر ده فرق ما بين مربعين، فهضطر ارجع احلله تاني، فهنكمل التحليل. يبقى هنا هتساوي اكس زائد 5 في افتح قوسين تانيين اكس ناقص 2 واكس زائد 2. الله، كده جبنا قيمة الاي والبي والسي. ازاي؟ زي الناس، الاي ب5 والبي، طب دي بالسالب ودي بالموجب، فسالب بموجب بسالب يبقى سالب 2 اهي، وموجب في موجب بموجب يبقى السي ب2، جمعهم هيطلع معاك ب5. طيب السؤال اللي بعده قال لك اذا كان اكس تربيع زائد ايه بيساوي 12، اكس زائد بي بيساوي 5، فما القيمة العددية للمقدار اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد اي اكس زائد اي بي. برضه نفس اللي فوق، تعالى كده مع بعض، هناخد دول مع بعض ودول مع بعض. هنا اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع مع بعض في قوس، زائد بره اي اكس زائد اي بي. هناخد هنا المشترك الاكس تربيع، فهيتفضل لك اكس زائد بي، وهاخد هنا المشترك زائد a بره، فيتفضل لك اكس زائد بي. طيب مين هنا القوس المشترك؟ هناخد القوس المشترك عندنا اهو اللي هو اكس زائد بي اهو، اخده من هنا واخده من هنا، فيتفضل لك اكس تربيع زائد ايه. الله، طب مين دي الحاجات اللي هو مداني اصلا؟ هو الاكس تربيع زائد الايه ب 12 اهي، طالما مفيش حاجه ما بينهم بعتبرها فيه. اكس زائد بي ب5، طب 5 في 12 بكام؟ ب 60. تمام، الله ينور. طب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. قال لك عند اكمال المربع للمقدار اكس تربيع زائد 9 نضيف ايه؟ هو هنا دلوقتي عشان اجيب اكمال المربع هو معايا الحد الاول ومعايا الحد الاخير، خلي بالك. انت عرفت منين؟ ما هو اكيد الاوسط لازم يبقى فيه اكس عشان ده اكس تربيع. طب بجيب الاوسط ازاي؟ عباره عن موجب وسالب 2 جذر الاول جذر الاخير، يبقى موجب وسالب موجب وسالب 2 جذر اكس تربيع اكس جذر 9 3. يبقى نضيف ايه؟ موجب وسالب 2 في 3 ب 6 اكس، يبقى موجب، ممكن تضيف موجب او سالب 6 اكس. عندك اكمال المربع اكس تربيع زائد 12 اكس نضيف ايه؟ هنا خلي بالك هو مديك الاول والاوسط وعايز الاخير. طب هجيب الاخير ازاي؟ من القانون بتاعه، الاخير بيساوي الاوسط تربيع على 4 في الاول. الاوسط تربيع يعني 12 اكس لكل اس 2 على 4 في الاول اللي هو 4 اكس تربيع. طيب 12 تربيع ب 144، الاكس تربيع باكس تربيع على 4 اكس تربيع. الاكس تربيع هترمى اكس تربيع 144 على ال 12 144 اسف اهي نحسبها بره كده 144 على الأربعة هيساوي 36 اهو، يبقى هيساوي 36 اكس او 36 بس الاكس تربيع طارت مع الاكس ايه؟ تربيع. تعالى معايا السؤال اللي بعده. قال لك السؤال الثالث اوجد مجموعة حل المعادلات الآتية في ار. حل المعادلات بشتغلها برضو اكني بحلل عادي جدا، بس الفكرة في الاخر ان انا باخد الاقواس بساويها بالصفر واقول قيمة الاكس. اول سؤال عندك لو بصيت في مشترك ما بين الاربعة وال12 هما اتنين بيبالوا على الاربعة، والاكس تربيع والاكس هما اتنين بيبالوا على الاكس، فاحنا هناخد المشترك بتاعي 4 اكس
12 على 4 فيها التلاتة، اكس تربيع على اكس فيها الاكس، ناقص 4 على 4 فيها الواحد، والاكس على اكس فيها الواحد، يبقى ناقص واحد. الكلام ده بيساوي صفر. وبعدين اقسم مكرسة نصين. 4 اكس بيساوي صفر، اقسم على 4 واقسم على 4 تبقى الاكس بصفر. أو 3 اكس ناقص واحد بتساوي الصفر، نجيب الناقص واحد الناحية التانية، يبقى 3 اكس بتساوي الواحد، اقسم على التلاتة والتلاتة يبقى الاكس تساوي تلت. بعوز الحل في ار، يعني أي حاجة خدها، يبقى مجموعة الحل صفر وتلت. السؤال اللي بعده ام تربيع ناقص 14 ام زائد 45 بيساوي صفر. ده تحليل مقدار ثلاثي، هنحلل عادي جدا اهو، قوسين وفي الاخر قال لهم بيساوي صفر. عددين ضربهم 45 جمعهم 14 عشان الاخير موجب، يبقى 5 في 9. يبقى ام، طبعا الاخير موجب الاتنين بياخدوا شرط النص، ام ناقص 5 ام ناقص 9، قسم مكرسة نصين، يبقى ام ناقص 5 بتساوي الصفر، تبقى ام تساوي 5. ام ناقص 9 تساوي الصفر، يبقى ام تساوي 9، يبقى مجموعة الحل 5 و9. السؤال اللي بعده قال لك 3 واي تربيع زائد 17 واي زائد 10 بيساوي 30. دي هنحولها لثلاثية حدود العادية عشان نعرف نحللها. هنضرب في 3 يبقى واي تربيع زائد 17 واي زائد 3 في 10 ب 30، الكلام ده بيساوي صفر. هنفتح قوسين، عددين ضربهم 30 وجمعهم 17، يبقى هنا واي وواي هتساوي 2 و15. الأخير موجب في الاتنين بياخدوا شرط النص. ما تنساش ترجع تقسم على اللي كنت ضارب فيه. هقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة، وطبعا نساويها بالصفر، فيبقى التحليل بتاعك عبارة عن 2 على 3 ملهاش قيمة، يبقى 3 واي زائد 2، و15 على 3 فيها الخمسة، يبقى واي زائد 5، الكلام ده بيساوي صفر. هنقسم مكرسة نصين، يبقى 3 واي زائد 2 بيساوي صفر. هنودي زائد 2 الناحية التانية بعكس الإشارة، واقسم على التلاتة، واي بيساوي سالب 2 على التلاتة، ودي الخمسة الناحية التانية بواي بيساوي سالب 5، يبقى مجموعة الحل سالب 2 و3. تعالى معايا على السؤال الأخير. قال لك إكس تكعيب بيساوي 25 إكس. هنعمل إيه؟ هنخليها كمعادلة عادية، أودي الناحية التانية جوه بعكس الإشارة. هنجيب ده هنا بعكس الإشارة جوه أهو. هنجيب ال 25 إكس، يبقى إكس تكعيب ناقص 25 إكس، الكلام ده بيساوي صفر. طب هنا الإكس خدها بره مشترك، هيتفضل لك إكس تربيع ناقص 25، الكلام ده بيساوي صفر. حلل، هتبقى إكس ناقص 5 وإكس زائد 5. هنا عندك 3 حدود بيساوي الصفر. نكمل تحليلها هنا، يبقى إكس لوحدها بتساوي صفر، وإكس لوحدها بتساوي 5، وإكس لوحدها بتساوي سالب 5، يبقى مجموعة الحل صفر و5 وسالب 5. معايا على الجزئية الأخيرة اللي هو قال لك باستخدام التحليل اوجد ناتج. طيب هنا أول واحدة ال 19 متكررة، فهناخدها مشترك، هيتفضل لك 19 في وأفتح قوس كبير. لما اخدها من هنا ومن هنا هيتفضل لك 23 زائد 27، يبقى 19 في، هجمع 23 زائد 27 تطلع ب 50. تضرب 19 في 50 على الأقل أطلع الناتج، ما عدتش قادر أطلع لكم نواتج الصراحة. طيب السؤال رقم 2، 37 في 163 ناقص 37 في 26 ناقص 37 أس 2. 37 أس 2 دي ممكن تفكها 37 في 37. هي ناقص، هي ناقص. طيب هناخد من دول 37 من الكل اهي، يبقى 37 في، افتح قوس كبير، من هنا من هنا من هنا هيتفضل لك 163 ناقص 26 ناقص، خدت منها 37 هيتفضل لك 37 واحده.
هتجيب ناتج القوس وتضربه في اللي بره. 25 في 158 وهنا 25 في 57 25 في مفيش حاجه فراح جاي كاتب جنبها في واحد. خلي بالك انت رقم السؤال مالكش علاقه بيه. هناخد ال 25 بره مشترك في احسب عليها من هنا ومن هنا ومن هنا، هيتفضل لك هنا 158 ناقص 57 ناقص 1. هتجيب ناتج ده تضربه بره القوس. يبقى احنا كده عملنا لكم مراجعه على الوحده الثانيه، ويا رب ربنا يكرمكم وتستفيدوا حاجه عشان انا تعبت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.